سنة 1999 مانشستر يونايتد كتب واحدة من أجمل القصص في تاريخ الكورة. فريق ما كانش مرشح لأنه ياخد أي حاجة وما كانش الأقوى، لكن بالروح والإصرار والعزيمة قدر يحقق كل حاجة. كل إصابة وكل هزيمة وكل انكسار كان بيخليهم أقوى من الأول وبيديهم حافز يحققوا كل البطولات الممكنة. فريق تاريخي عمله السير أليكس فريكسون وخلاهم يلعبوا بنفس الروح من أول ماتش في الدوري لحد نهائي دوري الأبطال قدام البايرن. هكلمك النهاردة عن موسم تحقيق الثلاثية التاريخية لمانشستر يونايتد موسم 1999. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا نصار. بعد نهاية موسم 97-98 واللي كان موسم سيء جدا بالنسبة للمان يونايتد، خسارة الدوري بفرق نقطة واحدة عن الأرسنال والخروج من ربع نهائي الأبطال على إيد موناكو، والصحافة بدأت تتكلم عن ضعف اليونايتد وإن دي هتبقى بداية النهاية بالنسبة للمان يونايتد. بس على الناحية التانية السير أليكس فريكسون كان واثق في اللعيبة اللي عنده وعارف إنهم يقدروا يقدموا حاجة كويسة، وإن اللي محتاجه بس هو شوية تدعيمات كويسة وهيبقى الفريق متكامل. وفعلا السير دخل الميركاتو بقوة وجاب دوايت يورك هداف أستون فيلا ب 19 مليون يورو، وجاب يابس تام الوحش الهولندي من ايندهوفن ب 17 مليون يورو، وشاف ان الاثنين لعيبه دول هيفرقوا مع الفريق بشكل كبير. السير اليكس فريكسون كان بيلعب بخطه 4-4-2. الحارس كان الاسطوره بيتر شمايكل، الدفاع كان يابس تام وجنبه روي جونسون، واحيانا كان بيلعب ديفيد ماي، وده بسبب ان روني جونسون كان بيتصاب كتير. الباك اليمين كان جاري نيفل والباك الشمال كان دينس إيروين. خط الوسط كان روي كين القائد والنجم الذهبي بول سكولز، والبديل بتاعهم كان نيكي بات اللي كان بيلجأ له السير لو عايز يقفل وسط الملعب. وعلى الوينجات كان على اليمين بيلعب ديفيد بيكهام وعلى الشمال كان بيلعب رايان جيجز. وفي الهجوم السير كان عامل ثنائيه اسطوريه بين دوايت يورك واندي كول، وكان موجود البديل الذهبي اولي جونار سوليشاير اللي هيبقى ليه دور كبير في الحلقه. ويبدا موسم 98-99 الموسم التاريخي. اول ماتش في الدوري لمانشستر كان قدام ليستر سيتي في الاولد ترافورد. مانشستر يظهر باداء سيء جدا وبيكهام يقدر يتعادل لليونايتد في اخر دقيقه والماتش يخلص بنتيجه 2-2. وفي الماتش الثاني قدام ويست هام الماتش يخلص تعادل سلبي واليونايتد يضيع 4 نقط سهلين في بدايه الدوري. بس من الماتش الثالث قصاد تشارلتون يظهر مانشستر اللي نعرفه. مانشستر يفوز على تشارلتون 4-1 ويقدر يرجع لسكه الانتصارات من تاني. وقدام كوفنتري سيتي في الماتش الرابع اليونايتد يفوز 2-0، وبعدها يروح مانشستر عشان يلعب اول ماتش في الابطال قصاد برشلونه. القرعه وقعت مانشستر في مجموعه الموت مع برشلونه وبايرن ميونخ وبرونديباي الدنماركي. ونروح لاول ماتش في المجموعات قصاد برشلونه. الماتش ده كان ملحمه، الفرقتين كانوا مقدمين اقوى حاجه عندهم والماتش كان متكافئ جدا وبيكهام تألق بشكل كبير في الماتش ده، والماتش يخلص بالتعادل بنتيجه 3-3. وبعدها يرجع مانشستر عشان يلعب ماتش قوي جدا في الدوري قدام ارسنال، وللاسف مانشستر يقدم اداء سيء جدا ويخسر بنتيجه 3-0. نقطه التحول في الدوري كانت قدام ليفربول. مانشستر يونايتد يفوز 2-0 والفريق ياخد دفعه قويه جدا بعد الفوز ده. وبعد الماتش ده مانشستر يروح يلعب البايرن في دوري الابطال، ماتش يبقى قوي جدا وينتهي بالتعادل بنتيجه 2-2. وبعدها اليونايتد يفوز في ماتشين في الدوري قدام ويمبلدون وساوثهامبتون. ومانشستر بعدها يلعب الماتش الثالث في دوري الابطال قدام برونديباي ويفوز بنتيجه 6-2. ويرجع مانشستر عشان يلاعب ديربي كاونتي في الدوري وينتهي الماتش بالتعادل 1-1. وفي الماتش العاشر يفوز اليونايتد على ايفرتون 4-1. ولحد دلوقتي اليونايتد الثاني بفرق نقطه واحده عن الاول استون فيلا واعلى بنقطه من ارسنال. وبعدها اليونايتد يروح يلعب الماتش الرابع في الابطال قدام برونديباي ومانشستر يفوز 5-0. السير كان بيستغل اي ماتش يحس انه محسوم بشكل كبير او بيلاعب فرقه بتصارع على الهبوط، فكان بيعمل روتيشن بين اللعيبه عشان الارهاق والضغط البدني. المهم نرجع للدوري. اليونايتد يتعادل سلبيا مع نيوكاسل، وفي الماتش اللي بعده اليونايتد يكسب بلاك بيرن 3-2. وفي الماتش ال 14 في الدوري قدام شيفيلد وينزداي اليونايتد يقدم اداء كارثي ويخسر 3-1، وكان باين جدا ان اللعيبه كلها فاقده التركيز. وبعدها اليونايتد يروح عشان يلعب برشلونه في دوري الابطال. الفرقتين يتعادلوا 3-3 والثنائي الذهبي دوايت يورك واندي كول تألقوا جدا في الماتش ده. وفي الدوري وفي الماتش ال 15 قدام ليدز في الديربي مانشستر يفوز 3-2، ولحد دلوقتي مانشستر في المركز الثاني بفرق نقطه واحده عن استون فيلا الاول. وفي الماتش 16 في الدوري مانشستر هيلاعب استون فيلا المتصدر. الماتش يخلص تعادل 1-1 ويفضل اليونايتد في المركز الثاني، واليونايتد يروح عشان يلعب اخر ماتش في مجموعات الابطال قدام بايرن. الماتش يخلص تعادل 1-1 ومانشستر يخلص دور المجموعات كله من غير اي خساره بعد ما تعادل 4 ماتشات وكسب ماتشين، ويتأهل اليونايتد لربع النهائي بعد ما كان في المركز الثاني في المجموعه ورا بايرن ميونخ. وبعدها في الدوري اليونايتد يخش في دوامه من النتائج السلبيه.
سلبيه بعد ما تعادل مع توتنهام وتشيلسي وخسر من ميدلسبرا، بس بعدها مانشستر يرجع لسكه الانتصارات من تاني بعد الفوز على نوتنجهام 3-0. وفي الماتش ال20 اليونايتد يتعادل 0-0 مع تشيلسي، واليونايتد يبقى في المركز الثالث بفرق نقطتين عن الثاني تشيلسي واربع نقط عن الاول استون فيلا. وبعدها اليونايتد يروح عشان يلعب اول ماتش في الاف اي كاب قدام ميدلسبرا، واليونايتد يكسب بالبودره 3-1، ودي كانت فرصه كويسه ان السيري يريح اللعيبه الاساسيه. وبعدها يرجع اليونايتد للدوري ويفوز على ويست هام 4-1، وفي الماتش اللي بعده اليونايتد يفوز 6-2 على ليستر سيتي. وبعدها اليونايتد هيقابل الليفر الغريم التقليدي في الاف اي كاب. الماتش يبدا ومايكل اوين يسجل في الدقيقه الثالثه، والماتش يفضل على كده وخلاص الليفر هيحسم التاهل، بس دوايت يورك يتعادل اليونايتد في الدقيقه 89، وبعدها بدقيقه البديل الذهبي سوليشاير يسجل الهدف الثاني واليونايتد يتاهل لدور ال 16 في الاف اي كاب. وبعدها اليونايتد يرجع عشان يلعب ماتش ال 23 في الدوري قدام تشارلتون. الماتش يفضل تعادل سلبي، وفي الدقيقه 89 دوايت يورك يسجل هدف الفوز لليونايتد عشان اليونايتد ياخد الصداره مستغل خساره تشيلسي واستون فيلا. وفي الماتش اللي بعده مانشستر يفوز على ديربي كاونتي 1-0. وفي الماتش ال 25 في الدوري مانشستر يفوز 8-1 على نوتنجهام. وبعدها في الاف اي كاب اليونايتد يفوز على فولهام ويتاهل لربع النهائي. ولحد دلوقتي اليونايتد بينافس بقوه على 3 بطولات، الدوري والاف اي كاب ودوري الابطال. وفي الدوري وفي الماتش ال 26 مانشستر يلاعب الارسنال، ماتش كان في قمه الاثاره ويخلص بنتيجه التعادل 1-1 بين الفريقين. وبعدها يفوز اليونايتد على كوفنتري سيتي 1-0، ويفوز في الماتش اللي بعده على ساوثهامبتون 2-1. ولحد دلوقتي مانشستر في الصداره برصيد 57 نقطه بفرق 4 نقط عن تشيلسي الثاني، ومانشستر لعب ماتش زياده عن تشيلسي. وبعدها يروح اليونايتد عشان يلعب ربع نهائي دوري الابطال قدام الانتر. الماتش كان في الاولد ترافورد. الماتش يبدا ودوايت يورك يسجل اليونايتد في الدقيقه السادسه من اسيست من ديفيد بيكهام، وفي الدقيقه ال 45 يرجع دوايت يورك يسجل الثاني لليونايتد وباسيست برضه من ديفيد بيكهام. وبعدها شمايكل يتالق في اكتر من كوره والماتش يخلص بنتيجه 2-0 لليونايتد، واليونايتد يقرب من التاهل لنص النهائي. وبعد الماتش ده باربع ايام بس اليونايتد يروح عشان يلاعب تشيلسي في ربع نهائي الاف اي كاب. الماتش يخلص تعادل سلبي على اولد ترافورد، وبعدها بثلاث ايام يبقى في ماتش اعاده في الستانفورد بريدج. دوايت يورك يسجل هدفين من صناعه اندي كول واليونايتد يتاهل لنص النهائي. وبعدها اليونايتد يروح عشان يلعب الماتش ال 29 في الدوري الانجليزي قدام نيوكاسل. اندي كول يتالق ويسجل هدفين ومانشستر يفوز 2-1 على نيوكاسل. وبعد كده يروح اليونايتد عشان يلعب الماتش الثاني في ربع نهائي الابطال قدام الانتر على جوزيبي مياتزا. الماتش يبدا والانتر يبقى ضاغط بقوه وشمايكل يقدر يصد كذا كوره ومنها انفراد لرونالدو الظاهره. الشوط الاول يخلص تعادل سلبي، الشوط الثاني يبدا وفينيتولا يسجل للانتر في الدقيقه 63 والانتر يفضل ضاغط عشان يسجل الثاني، بس في الدقيقه 88 بول سكولز يسجل هدف ويقتل الماتش وينتهي الماتش بنتيجه 1-1 ويتاهل اليونايتد لنص النهائي. وفي الماتش 30 في الدوري مانشستر يلاعب ايفرتون في الاولد ترافورد واليونايتد يكسب ايفرتون 3-1. وفي ترتيب الدوري يبقى اليونايتد اول ب 63 نقطه وارسنال الثاني ب 59 نقطه وبنفس عدد الماتشات للاثنين. وبعدها اليونايتد يلاعب ويمبلدون ويتعادل معاه 1-1، وده بسبب ان السير كان مريح لعيبه اساسيه كتير في الماتش ده عشان ماتش يوفنتوس في نص نهائي الابطال واللي كان بعد 4 ايام بس. الماتش الاول اليونايتد مع اليوفنتوس كان على اولد ترافورد. انطونيو كونتي يسجل الهدف الاول لليوفي في الدقيقه 25 والشوط الاول ينتهي بتقدم يوفنتوس بهدف واحد. الشوط الثاني يبدا واليونايتد يضيع فرص كتير جدا وحظ اليونايتد كان وحش وخلاص الدقيقه 90 جت، بس رايان جيجز يقدر ينقذ مانشستر من الخساره ويسجل التعادل في الدقيقه 92 ويرجع اعمال اليونايتد تاني وينتهي الماتش بنتيجه التعادل 1-1 بين الفرقتين ويتاجل الحسم للاياب. الحلو في لعيبه اليونايتد الموسم ده انها ما كانتش تعرف معنى الاستسلام وكانوا بيلعبوا لاخر دقيقه في كل ماتش. ونروح لنص نهائي الاف اي كاب قدام ارسنال. الماتش يبقى على الفيلا بارك. الماتش يخلص تعادل سلبي بين الفرقتين وهيتلعب ماتش اعاده تاني في الفيلا بارك. وفي ماتش الاعاده الماتش هيبدا وبيكهام يسجل في الدقيقه 17 بعد تسديده قويه، وفي الشوط الثاني بيركام بيسجل هدف التعادل لارسنال وروي كيني يطرد في الدقيقه 74 واليونايتد هيكمل الماتش ب 10 لعيبه وتيجي ضربه جزاء لارسنال في الوقت بدل الضايع وشكل حلم الثلاثيه هيضيع ودينس بيركام على التنفيذ، بس شمايكل يتالق ويصد ضربه الجزاء من بيركام ونروح لاشواط اضافيه. وفي الشوط الاضافي الثاني رايان جيجز وبعد مجهود فردي رائع يسجل هدف الفوز لليونايتد في الدقيقه 109 ويتاهل اليونايتد لنهائي الاف اي كاب واللي هيكون قصاد نيوكاسل. وبعد ماتش ارسنال بثلاث ايام بس يروح اليونايتد عشان يلاعب شيفيلد وينزداي في الدوري. طبعا السير كان مريح معظم اللعيبه الاساسيه لان بعد 4 ايام من الماتش ده اليونايتد هيروح عشان يلاعب يوفنتوس في اياب نص نهائي الابطال. المهم اليونايتد يفوز على شيفيلد وينزداي 3-0 ويروح عشان يلاعب اليوفي. ونروح لماتش اليوفنتوس. يبدا الماتش وانزاجي يسجل
هدفين في اليونايتد في اول 11 دقيقه والنتيجه تبقى 2-0 ليوفنتوس. بس الحلو في لعيبه اليونايتد انها كانت مركزه وعارفه انها تقدر ترجع في النتيجه. روي كين يسجل اليونايتد في الدقيقه 24 وبعدها دوايت يورك يسجل التعادل لليونايتد. ونروح للشوط الثاني، اندي كول يسجل الهدف الثالث لليونايتد في الدقيقه 83 ويتاهل اليونايتد للنهائي قدام البايرن. بس للاسف مش كل حاجه مشيت زي ما السير كان عايز، لان روي كين وبول سكولز خدوا انذارات ومش هيلعبوا النهائي، وبعدها يروح اليونايتد عشان يلعب الماتش ال 33 في الدوري قدام ليدز. الماتش يخلص تعادل 1-1 وينزل اليونايتد للمركز الثاني. اليونايتد يبقى معاه 68 نقطة وارسنال 69 نقطة، بس اليونايتد لسه ليه ماتش مؤجل. وفي الماتش اللي بعده اليونايتد يفوز على استون فيلا 2-1، وفي الماتش ال 35 اليونايتد هيلاعب الليفر. الماتش يخلص بنتيجة 2-2 واليونايتد يضيع نقطتين مهمين جدا في صراع الدوري. وفي الماتش ال 36 في الدوري اليونايتد يفوز على ميدلسبرا 1-0 ويتصدر اليونايتد الدوري مستغل خسارة ارسنال من ليدز، واليونايتد يبقى معاه 75 نقطة وارسنال 75 نقطة والفرق الماتش المؤجل لليونايتد. وفي الماتش اللي قبل الاخير اليونايتد يتعادل سلبيا مع بلاك بيرن ويبقى اليونايتد في الصدارة بفرق نقطة عن ارسنال، ولازم يفوز في الماتش الاخير عشان يفوز بالدوري. الماتش الاخير في الدوري كان قدام توتنهام في الاولد ترافورد. توتنهام يسجل في الدقيقة 24 وحارس توتنهام يتألق بعدها، بس بيكهام يقدر يتعادل في الدقيقة 42. وفي بداية الشوط الثاني اندي كول يسجل الهدف الثاني لليونايتد والماتش يخلص على كده، ورسميا اليونايتد بطل البريمير ليج موسم 98-99. وكده اول بطولة من 3 ولسه فاضل نهائي الاف اي كاب ونهائي دوري الابطال. اليونايتد الموسم ده كان اقوى هجوم في الدوري ب 80 هدف، ودوايت يورك كان الهداف ب 18 هدف بالتساوي مع مايكل اوين وجيمي فلويد. السير كان عامل هجوم جبار الموسم ده، وثنائية دوايت يورك واندي كول كانت من افضل الثنائيات في الدوري الانجليزي، والاثنين كانوا بيلعبوا كانهم بيلعبوا بعقل واحد. ونروح لنهائي الاف اي كاب قدام نيوكاسل. الماتش كان على ملعب ويمبلي. السير كان محافظ على بعض اللعيبه الاساسيه، وده بسبب ان نهائي دوري الابطال بعد 4 ايام بس. الماتش يبدا وروي كين يتصاب في اول 10 دقائق وينزل بداله شرينجهام، وفي اول لمسه شرينجهام يسجل الهدف الاول لليونايتد في الدقيقه 11. وفي الشوط الثاني بول سكولز يسجل الثاني لليونايتد عشان يفوز اليونايتد بالاف اي كاب، وكده الثنائيه المحليه اتحققت وفاضل دوري الابطال بس على تحقيق الثلاثيه. ونروح للمشهد الختامي، نهائي دوري الابطال بين البايرن واليونايتد على الكامب نو. الحاجه اللي كانت شاغله دماغ السير قبل الماتش هو ازاي هيتصرف في ازمه خط الوسط بعد ايقاف روي كين وبول سكولز. السير بدا الماتش بشمايكل كالمعتاد في الحراسه، وفي خط الدفاع لعب بنيفل وستام وجونسون وايروين، وفي خط الوسط لعب بنيكي بات وجنبه بيكهام، ولعب على الوينجات براين جيجز وبلومكوفيست، والهجوم كان المعتاد دوايت يورك واندي كول. يبدا النهائي والبايرن يضغط بقوه، ومن ضربه حره بايرن يسجل الاول في الدقيقه السادسه. والشوط الاول كله اليونايتد يظهر بشكل سيء جدا. ونروح للشوط الثاني البايرن يفضل ضاغط ويبقى عايز يسجل الثاني، والسير اليكس فريكسون عمال يبص في ساعته وبيسابق الزمن عشان يتعادل. وقبل النهايه بربع ساعه يرمي السير بكل اوراقه وينزل شرينجهام والبديل الذهبي سوليشاير. وفي ركنيه في الدقيقه 91 وشمايكل بيتقدم فيها شرينجهام البديل يسجل هدف التعادل لليونايتد، وبعدها بدقيقه ولسه لعيبه البايرن ما فاقتش من جون التعادل تيجي ركنيه ثانيه لليونايتد وسوليشاير البديل الذهبي يخطف دفاع البايرن ويسجل الهدف الثاني لليونايتد، والملعب يتقلب ولاعيبه بايرن تنهار من الحزن. ورسميا اليونايتد يفوز بدوري ابطال اوروبا لاول مره من موسم 67-68، واليونايتد يفوز بالثلاثيه التاريخيه، واليونايتد يفوز بدوري ابطال اوروبا من غير ولا هزيمه. الموسم ده كان موسم تاريخي لليونايتد. اليونايتد كان بيقدر يرجع بعد اي ماتش يخسر فيه، والسير راهن على لعيبته وكسب الرهان ده. مانشستر يونايتد لعب الموسم ده 64 ماتش، وكان بيخش كل ماتش كانه مباراه نهائيه ولازم يكسبها. السير عمل روح كويسه جدا بين اللعيبه وخلاهم يامنوا بنفسهم انهم يقدروا يحققوا كل حاجه. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس، وقول لي تحب اتكلم عن مين الحلقه الجايه.